السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا عيد مبارك للجميع. تعودوا إن شاء الله بإذن الله. شحال من واحد كيبغي يمشي من المغرب لتركيا، ولكن كيبغي يمشي بواحد الثمن اللي رخيص. ما عندوش فلوس بزاف، يعني يقدر يكون عنده واحد 10,000 درهم مثلا بحال هكا، أو لا غير 7,000 درهم 8,000 درهم. كيبغي يمشي لتركيا ولكن كيقلب على شي بيي اللي رخيص، يعني كيقلب فين غيتلقى شي بيي اللي رخيص. انا مشيت كنقلب في احد المواقع ديال الشركات ديال الطيران، بلا ما نذكر الاسم ديال الشركه ديال الطيران. كنقلب حتى تلقيت لكم ارخص تذكره الطيران، يعني في هاد الشهور اللي جايين. حنا دابا غندخلوا في شهر 7، يعني شهر 8، شهر 9، شهر 10. انا نقول لكم ارخص شهر، يعني انت بغيتي تمشي عفوا في واحد الشهر اللي رخيص. انا في هذا الفيديو غنقول لك ارخص تذكره الطيران في هاد الشهور اللي جايين. عفوا. واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو يعني نهار 26 في هذا الشهر، يعني في المطار، يعني باش نختصر لكم يعني واحد الخبر. خصكم اي واحد قطع تذكره ديال الطيران خصك تمشي للمطار قبل 4 ديال السوايع. اسمعني مزيان، الا كانت الطياره غتطلع مع الخمسة خصك تمشي مع 12، لان الا مشات حتى بقات ساعه الطياره باش تطلع، غادي يرجعوك وغيمشي لك البي ديال الطياره. يعني هذا الخبر اللي حطوه مؤخرا في احد المواقع ديال الشركات ديال الطيران. اسمعني مزيان، عندك مع الخمسة خصك تكون في المطار مع 12 باش لان الاجراءات ديال السفر كدوزهم 3 ديال السوايع. يعني حسن تخلي واحد ساعه ديال المكانه زايده باش ما يوقع شي حاجه بحال هكا. قال لك اودي الا بقات غير ساعه الطياره باش تطلع وانت مازال ما دوزتيش الاجراءات ديال السفر، راه غيرجعوك وغتمشي لك البي ديال الطياره. اذا انت خصك تمشي قبل 4 ديال السوايع. وهذا الشيء راه قلتو في احد الفيديوهات اللي حطيت تقريبا هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام. المهم غير بغيت نذكركم بالخبر باش شي واحد ما تمشيش ليه التذكره ديال الطيران. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. آه في هذا الفيديو كما قلنا غنقول لك ارخص تذكره ديال الطيران، لان بالنسبه لي انا ارخص تذكره ديال الطيران، حيت كل واحد كيفاش كصحاب بالنسبه لي شحال هي ارخص تذكره ديال الطيران. انا بالنسبه لي ارخص تذكره ديال الطيران اللي هي 3400 درهم 3500 درهم. هذا هي ارخص تذكره الطيران الي روتور، ماشي غير الي. يعني 3500 درهم هي ارخص تذكره ديال الطيران تقدر تلاقاها الي روتور من المغرب لتركيا. باش قطعت انا ملي مشيت لتركيا، يعني ارخص ما غاديش ما تحلمش تقطع اقل من هكا. يعني ارخص تذكره ديال الطيران بالنسبه لي انا هي 3500 درهم. تقدر شي واحد اخر يقول لك انا عندي تقدر تكون هو بالنسبه لي ارخص تذكره ديال الطيران هي 5000 درهم الي روتور. ولكن يعني الا كنتي انسان يعني ولد الشعب، يعني ما عندكش بزاف ديال الفلوس، لان كاينين شي وحدين كيكون عندهم 10,000 درهم 20,000 درهم ما عندوش هو مشكل. هو بالنسبه ليه التذكره اللي رخيصه هي 5,000 درهم، ولكن ارخص تذكره ديال الطيران هي 3500 درهم. باش ما يضحكش عليك شي واحد، ارخص تذكره ديال الطيران هي 3500 درهم. ارخص شهر بغيت نقول لك بعدا باللي هاد الشهر 7 البي طالع ما تقطعش. الا كان عندك الفلوس قطع، يعني الله يسخر. عندك الشهر 7 والشهر 8 والشهر 9، يعني البي طالع بزاف. غير الالي ب 4000 درهم. شوف، غير الالي بوحدو ب 4000 درهم. وفي الشركات ديال الطيران ماشي شركه اللي واعره، شركات ديال الطيران اللي كنعرفو بحال بيغاسوس، بحال خوت الملكه المغربيه، بحال العربيه للطيران. يعني 4000 درهم 3000 درهم البي طالع بزاف. الشهر 7 الشهر 8 الشهر 9. ارخص بي كان في الشهر 10 اكتوبر. ارخص بي نهار 7 في الشهر 10 الالي داير 1800 درهم. اسمعني مزيان، 1800 درهم. والروتور الا بغيت تقطع حتى الروتور باش ما يقولوك شي حاجه في المطار، كاين اللي كيقطع الروتور وكيدوزوه، يعني ما كيهضرش كاع معاه. كاين اللي كيصعبوا معاه في المطار، كل واحد وكيفاش، كل واحد وزهرو. المهم الا بغيت تقطع الروتور غتقطع نهار، دير الروتور نهار 3 في الشهر 11 كيدير 1600 درهم. المهم المجموع ديال هاد البي هو 3400 درهم، يعني 68 الف ريال. 3400 درهم البي ديال الطياره من المغرب لتركيا الي روتور نهار 7 في الشهر 10 والروتور نهار 3 في الشهر 11.
هذا هو ارخص. ولكن الا كنتي باغي تمشي في هذا الشهر وعجبك هذا الثمن، خصك تمشي تقطع من دابا، لان كل ما حيت انت الا قطعتي دائما، الا قطعتي قبل واحد شهر شهرين كيكون البي رخيص، لان ديك الرحله مازال مقطع فيها حتى شي واحد. ولكن الا الناس بداو كيقطعوا فيها كيزيدوا في الثمن، داك الثمن اللي قلت لك دابا انا حاليا يقدر يتبدل من هنا واحد يومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام. يعني من الاحسن بغيتي عجبك هذا الثمن سير قطع. وانا بالضبط هذا الثمن جبته من الشركه ديال العربيه للطيران. انا ما كنديرش لشهر للشركه ديال العربيه للطيران، ولكن اي واحد ملي كيبغي شي حاجه اللي رخيصه راه كنقصدوا العربيه للطيران. بحال شوف، بحال العربيه للطيران، بحال بيغاسوس، بحال الخطوط الملكيه المغربيه. ولكن ارخص وحده من فيهم بالنسبه لي انا هي العربيه للطيران، وما كنديرش لشهر للشركه. يعني دائما كنقولها في الفيديوهات ديالي، كاين اللي كيقول لك راه هذا السيد هذا كيدير لي شهر للشركه ديال العربيه للطيران. انا ما كنديرش شهر للشركه ديال العربيه للطيران. يقدر يكون كيطيح الاعلان في اليوتيوب عنده علاقه بالعربيه للطيران، ولكن انا ما كنديرش اشهار للشركه ديال العربيه للطيران. يعني انا عندي مع واحد التجربه، مشيت مع شركه العربيه للطيران يعني 2 المرات وما عجبتنيش. يعني ما غاديش نقول لك حاجه، ولكن هذاك الثمن مناسب. يعني ثمن مناسب، ماشي بغيتي تمشي في واحد الرفاهيه، واحد الطياره اللي واعره، سير الخطوط القطريه راه عندك 20,000 درهم حتى 30,000 درهم من المغرب لتركيا. ولكن طياره بحال افضل طياره ديال الخطوط القطريه. في هذا الفيديو كما قلنا راه قلت لكم ارخص هذا هو ارخص تذكره الطيران اللي غتلاقى من المغرب لتركيا، هو في شهر 10. شهر 10 نهار 7 1800 درهم، وغدير الروتور نهار 3 في شهر 11 ب1600 درهم. المجموع ديالو 3400 درهم، 68 فريل. غتقطع انت من دابا وغتخلي عندك البي في الدار حتى تبغي تمشي، وغتمشي للمطار وكتعطيهم داك البي وكيعطيك كتعطيهم ورقه. هذا عباره عن واحد الورقه، واحد الورقه كيعطيوها لك في لاجونس. ملي كتقطع كتمشي للمطار كتعطي لهم ديك الورقه، كيعطوك البي باش كتطلع للطياره. يعني الا عندك الفلوس باغي تقطع في هذا الشهر، عندك الفلوس بزاف باغي تقطع في هذا الشهر، قطع في هذا الشهر. ولكن انا كما كنقول لك البي غالي في هذا الشهر. يعني هذا الشهر دابا شهر 7 شهر 8 شهر 9 البي غالي بزاف. كاين كيقول لي اخويا واش الا قطعت غير الالي ما غادي يقولوا لي حتى شي حاجه في المطار؟ راه هذا الموضوع ديجا هضرت عليه، راه كاين اللي كيدوزوه، كاين اللي كيصعبوا معاه. يعني ماشي كل واحد وزهرو. كاين اللي كيقول لي ودي جيب لينا الروتور دابا، انا ما غاديش نخليوك تدوز. كاين اللي كيقول لي ودي صافي دوز الا ما كيتسوقوش ليه. كل واحد وكيفاش. وهادشي كاين في الفيديو. كنتمنى يعجبكم وشكرا لكم على المشاهده. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. واي واحد الا كنتي جديد معنا في القناه ما تنساش تشترك في القناه باش يوصلك اي جديد. ولا عندك اي سؤال حطوا لي في التعليقات، والى اللقاء.